سؤال منطقي يا جماعة الخير، كيف أنا أستثمر رمضان بالطاعات والذكر والقرآن الكريم وأنا طالب جامعة وأنا إنسان عندي عمل شاق مرهق وأنا طالب مدرسة؟ شوفوا يا جماعة الخير، أولا دراستك تصبح مضاعفة إن شاء الله وفيها بركة أكثر، ووقتك فيه بركة أكثر إن كان في يومك قراءة القرآن الكريم. واسأل مجرب. القرآن الكريم والذكر يعطيك بركة في الوقت، دير بالك لا يضيع وقتك أبدا. النقطة الثانية، دراستك وعملك هذا بحد ذاته عبادة إذا أخلصت فيه النية لله. أي أنا أعمل والله حتى أنفق على أسرتي كما أمر الله، أنا والله أدرس حتى أنفع أمتي كما أمر الله، يصبح هذا العمل وهذه الدراسة بحد ذاتها عبادة. النقطة الثالثة، ثلاث أوقات ركز عليها. الوقت الأول قبيل السحور، وبالأسحار هم يستغفرون، وقت جميل ولو بنص ساعة. بعد صلاة الفجر الوقت الثاني، أذكار الصباح أذكار المساء ما تيسر من القرآن الكريم. قبيل المغرب الدعاء مستجاب إن شاء الله، ووقت أذكار المساء. وأصلا الدراسة في ذاك الوقت صعبة صراحة، يكون التركيز ضعيف. أضف إلى ذلك يا جماعة الخير أذكار ركعتي الضحى وصلاة التراويح. بعد ذلك يكون عندك وقت واسع. النقطة التي تلي ذلك وهي جدا مهمة الصراحة، احنا الذي يضيع اوقاتنا في رمضان مش الذكر والقرآن الكريم، حاشا، بل وسائل التواصل الاجتماعي، التلفاز، المسلسلات الرمضانية الشيطانية. هذه حقيقة التي تضيع أوقاتنا. سيطر عليها وستجد من الوقت للدراسة الشيء الكثير بإذنه تعالى. الأمر الذي يلي ذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. في أوقات هي أشبه ما يكون بميتة نستثمرها. أنا ذاهب إلى المدرسة، راجع من الجامعة، واقف في الباص أنتظر السرفيس، أنا في البيت أطبخ. هذه الأوقات أستغلها بالذكر، معي مسبحة ومعي المصحف في جيبي، قد أقرأ فيها جزء كامل دون أي مشقة، قد أسبح فيها 1000 2000 دون أي مشقة، أجر عظيم وجهد بسيط بإذنه تعالى. استعن بالله وقل يا الله وأبشر يا طيب.